كونغ فو باندا تعتبر واحدة من أفضل أعمال دريم ووركس. الشيء الوحيد اللي يميزها عن هواية قصة ثانية هو الأشرار مالتها، تاي لونغ، لورد شين. وموضوعنا لليوم راح نحكي عن الجزء الثالث وشخصية الشر اللي يجسدها كاي. طبعا اكو هواية حكي عن شخصية كاي ويقولون انه هو ما كان بالمستوى المطلوب اذا نقارنه بالجزء الاول والجزء الثاني. المهمة كانت كلش صعبة انه يجيبون لنا بطل اقوى من تاي لونغ ولورد شين. فإذا نبدي بتاي لونغ، دخول نمر ثلجي للفيلم من البداية ينطي المشهد إلها، ينطيه هيبة. مشهد هروبه من السجن اللي تقريبا مدته 5 دقائق صار بسبب ريشة واحدة، وبهذيك اللحظة نقدر نشوف سنين من التعب والاجتهاد والموهبة الطبيعية اللي يمتلكها تاي لونغ. ونقارن هذا الشيء ويبوه، واكثر شيء يبرز هنا هو شراسته. الشيء اللي يخلي تاي لونغ مميز انه هو شايل بداخله غضب مكبوت واحساس بالخيانه حافظ عليه لاكثر من 20 سنه. ولما نعرف قصته القديمه ونشوف انه غضبه لحد ما مفهوم مبرر. بس المهم هنا انه عصبيته واحساسه بالخيانه شيء نقدر نحسه صدق، ومرات حتى نقدر نتعاطف وياه او نقدر نرتبط به اكثر من هذا. قصه تاي لونغ مرتبطه بقصه بو، ثقل التوقعات، التفاني، وعبء القدر، هاي كلها أشياء مشتركة بيناتهم. أما لورد شين فشخصيته كلها قائمة على دهاء وعقليته وإمكانياته. بس اللي يخلي لورد شين مرعب فعلا هو علاقته ببوه ومع ماضيه. وبما أنه هذا الفيلم يتعامل ويا آخر هوية للباندا بوه، هو الرابط الوحيد اللي عنده ينطينا سبب نخالف ونوقف ضده، لأن شين وصدمته النفسية صالح بوه. هذا الطاووس يستغل صدمة بوه النفسية ويتعامل وياه بخبث وسوء مباشر، يتلاعب ببوه. الشيء اللي نقدر نحسه ونتفاعل وياه هو شعوره انه هو متروك من اهله، وانه هو ما محبوب، وانه كل شيء سواه كان حتى يحصل رضاه. هذا الشيء خلاه ينجرح لدرجة يريد يسيطر على كل الصين حتى يثبت ان هم غلطانين. قبل لا ندخل بشنو اللي صار غلط ويا كاي وليش يخليه اقل شخصية، اذا فكرنا بقارنه ويا الاشرار السابقين اكو شغلات زينة صارت وياه. هو خصم حلو وممتع، وصلنا بطريقة كلش حلوة يطابق تصميم الثور المثالي. ويا حجمه خلى كاي أكثر خصم مرعب من ناحية جسدية. وفوق هذا هو قوي، عنده سلاح ممتاز اللي هي الشفرات المرتبطة بسلاسل. بس اللي يخليه أضعف واحد بيهن هو طريقة بناء شخصيته. طبعا هنا ما جاي يقول انه كل شرير لازم تكون عنده قصة حزينة، بس انا اعتقد ان الاشرار لازم يثيرون نوع معين من المشاعر عند الجمهور، سواء كان تعاطف، خوف، غضب. لازم يكون عندهم وزن او غاية معينة. كل اللي وصل لنا عن جاي بهذا الفيلم انه هو كان بيوم من الايام صديق اوغوي، وانه شال السلحفاة المصابة لقرية الباندا السرية، وهناك اتعلموا الشاي. وفجأة اكتشف قابلية انه يسحب الشاي من الاخرين، وبسبب هاي اوغوي نفى عالم الارواح. ولا مرة عرفنا ليش سوى كل هذا. اللي نعرفه انه بعد 500 سنة رجع حتى يواجه اوغوي. واذا نكمل بنفس الاتجاه، كاي مو مبدع ولا متلاعب ولا شخصية كاريزماتيكية، ولا هو عنده طموح مثل تايلون. احنا ابد ما نفهم ليش تغير وليش راد هاي القوة الغريبة لنفسه. هذا النقص بالدافع واضح بكل جوانب شخصيته. محاربين اليشيم اللي يستخدمهم رغم انهم اضافة حلوة وستايل جديد، بس بنفس الوقت خلوا كاي اغلب الوقت منفصل عن ساحة المعركة. وغير هذا بداية الفيلم من اول ظهور له هو اصلا يحقق هدفه، يهزم قوي. خيانته اللي عمرها اكثر من 500 سنة ماكو اي بناء إلها، ولا حسينا إلها اي تأثير حقيقي. بالنسبة لي اللحظة اللي صار بيها شين وتايلونغ شخصيات واقعية أكثر هي لما كانوا يوقفون ويفكرون ليش جاي يسوون اللي يسووه. هاي اللحظات هي من الأشياء اللي خلتهم شخصيات ممتازة. أما كاي ما عنده أي لحظة توصل لنفس المستوى. هذا يرجع لحقيقة أنه ما عنده أي ارتباط عاطفي ويا أي شخص حي داخل الفيلم. ارتباط فعلي يخلينا نفكر هو جاي قاتل على موت شين. كونغ فو باندا سلسلة تحب تربط الشخصيات ببعض، خصوصا من ناحية المواضيع والمعاني. وهواية من هاي الثلاثية كانت تدور حول تحليل فكرة الهوية. الفيلم الأول كان عن التحول للمحارب التنين، يعني هوية جديدة ودور جديد. لما تاي لونغ منعه من اوغوي حس بالخيانة لأن منطو الشي اللي كان يشوفها من حق، الوصول لللفافة، بأنه يصير محارب التنين. هاي الهوية، هذا الدور اللي خلص عمره كله يشتغل حتى يوصل، لأنه أخذ من عنده وشيفه اللي تبناه ورباه مثل ابنه، ولا مرة دافع عنه. وهذا هم كان مرتبط ببوه، هو يدخل لهالدور بدون الأدوات المناسبة، ومع هذا يؤمن بنفسه. كانوا مترابطين لأن الطاووس هو اللي قتل أمه وفرق بينه وبين عائلته وبين هوية بوه وشين. كانوا مترابطين من خلال الماضي، من خلال القدرة على تجاوز الماضي وتقبل الحاضر بدون انتقام أو خوف داخل قلوبهم، بدون ما يخلون الماضي يحدد من هم أو شنو هم. هذا الفيلم ما كان بيه أي روابط مشابهة بين البطل والخصم مالته.
اكو نقطة كلش مثيرة للاهتمام قدم لنا اياها هذا الفيلم، وحسيت كان اكو مجال كلش كبير تنبني عليه، هي الربط بين بو وكاي. هذا الجزء كان عن ايجاد النفس والسيطرة على النفس. الفيلم يقول حتى تسيطر على الشاي لازم اول شيء تسيطر على نفسك، ولازم تعرف منو انت. شلون كاي عرف يسوي هذا؟ وهل هو فعلا نفسه؟ القصة دائما كانت تسأل بو هو منو، بس هنا ما حد سأل كاي هو منو، واحنا ابد ما نعرف اصلا كاي منو، لهذا ما صار خصم مقنع. حتى لو كانت ثور مجرد قوة طبيعية مثل حم، طارد بو اللي يتمكن أخيرا من إتقان الشاي والسيطرة على نفسه. وحتى هذا كان ممكن يكون خصم قوي للباندا، بس مع هذا ما انطوا هالشيء، وبالنهاية احنا ما ارتبطنا أبدا ويا هاي الشخصية، وكان ممكن يستكشف أكثر غموض الأوغاي وكل قدراته المختلفة. وبهالشكل كان ممكن يربطنا أكثر بمحارب التنين، وشنو يعني فعلا الجسد روح المحارب. هاي الثلاثية غالبا تذكر على أنه هي الجسد والعقل والروح، وتايلونج يمثل الجسد، وشين يمثل العقل، وكاي يمثل الروح. ولهنا وصلنا معكم نهاية الفيديو، إن شاء الله رب يكون عجبكم. انتظرونا فيديو جديد، قصة جديدة. تحياتي.